السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده بسكوت التمر بطريقة سهلة كده وبسيطة، ومكوناته موجودة عندنا في كل بيت. معايا هنا كده كيلو من الدقيق، طبعا أنا جايبة كيلو بس مش هاخده كله. وكمان معايا كده لبن، هاخد كوبايتين بس من اللبن. ومعايا هنا كده فانيليا وبيكنج باودر وكمان خميرة فورية وكوباية سمنة على زيت، وحوالي كده 4 معالق كبار من السكر. هضيف كيس البيكنج باودر كله، وهضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهضيف الاتنين كيس من الفانيليا. احنا البسكوت ده مفيهوش بيض خالص، بس انا هحط فانيليا عشان خاطر تخلي العجينة بتاعتي ريحتها حلوة وكده يعني. هجيب كده البولة اللي انا هعجن فيها. بصوا نزلت كده ب4 معالق من السكر، 4 معالق كبار من السكر، وهضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكيس بيكنج باودر كيس كامل، وهضيف كمان رشة من الملح، وهحط كمان 2 كيس الفانيليا. كله دوت على بعضه في البولة اللي انا هعجن فيها. هو طريقته سهلة وبسيطة، وكمان مش هياخد معاك اي وقت، حتى طريقة العجينة بتاعته سهلة، مش صعبة يعني. آه، ضفت كده كله على بعضيه. هنزل كده بكوبايتين اللبن، وكوباية من السمنة على زيت، يعني نصها سمنة ونصها زيت. لو حابة تعملي بسمنة بس عادي، لو حابة تعملي بزيت برضو عادي، دوت حلو وده حلو. بس انا حبيت ان انا ايه، اخلط الاتنين على بعض، يعني نص سمنة ونص زيت. نزلت كده بالسمنة والزيت، وكمان نزلت كده بكوبايتين من اللبن. اللبن ده يا بنات دافي عشان خاطر يخلي الخميرة بتاعتي تشتغل أسرع. أهم حاجة في العجينة اللي انت هتعمليها، تكون الخميرة اللي انت هتعجني بيها تكون حلوة، عشان خاطر لو الخميرة مش شغالة هتبوظلك العجينة كلها، وهتضيع لك كل حاجة انت ايه حطيتيها. هنا كده كنت ضفت ايه الرشة من الملح. طبعا السمنه مع اللبن مع الخميره بيكنج باودر كله ده كده خلطته مع بعض، دوبته كده كويس مع بعض. ونزلت كده بالدقيق طبعا. آه هنزل كده بحبه حبه كده لحد ما العجينه بتاعتي ما تلم. انا هنا كده مش هاخد كيلو الدقيق كله. فانت ممكن لو حابه تعملي بس نص كيلو، حابه تعملي كوبايتين بس، تجربي كده صينيه واحده بس اعملي. بس انا حابه ان انا اعمل صينيتين كده، عشان انا عارفه ان هو حلو وكده فانا مزوده يعني الكميه. بصوا عجنت يا بنات، فضلت اعجن، نزلت بكميه دي كده، يعني الكيلو اللي معايا اخدت منه حوالي كده كيلو الا ربع. بس طبعا نزلت كده حبه بحبه لحد ما العجينه بتاعتي ما لمت وفضلت اعجن فيها كده شويه لحد ما العجينه بتاعتي كمان نعمت معايا. وبوريكم كده الملمس بتاعها طري، بس ما بتلزقش في ايدك يعني وكده. القوام بتاعها حلو ما شاء الله. طبعا بعد ما عجنتها وخلصتها سبتها كده لحد ما تخمر، غطيتها يعني سبتها لحد ما تخمر. بس طبعا البوله اللي انا عاجنه فيها كبيره، وكمان كميه الدقيق اللي انا حطاها كيلو الا ربع، فمش هيملى البوله بتاعتي. فخلاص كده العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت جبت كده عملتها 4 كور، يعني قطعت العجينه بتاعتي 4 كور كبار على حجم الصواني اللي انا اللي انا هخبز فيها. بصوا انا معايا صينيتين، واحده اللي هم صواني البسبوسه. معايا واحده كبيره وواحده صغيره، يعني ديت اصغر صينيه في الطجم، ومعايا صينيه تانية اللي هي اكبر منها شويه. فانا اخدت العجينه، كرة العجينه على حسب حجم الصينيه اللي انا هعملها. خدت كده اول كوره. طبعا بتفرديها كده على الرخامه بتاعتك، ولا تحطي زيت ولا دقيق ولا اي حاجه، لان هي العجينه نفسها فيها الزيت وفيها السمنه، فمش هتحتاج منك اي حاجه، وما تخافيش مش هتلزق منك على الرخام اول ما فرش يعني. بص خدت كرة العجين كده فردتها كده بالنشابه اللي معايا، وبعدين حطيتها في الصينيه اللي انا هخبز فيها، والصينيه دهنتها دهنه بسيطه خالص من الزيت. خدت طبعا اول كرة فردتها وكده وحطيتها في الصينيه، وهجيب كده العجوه بتاعتي. خدت كميه حلوه من العجوه وحطيتها كده في الكيس، وطبقت عليها الكيس كده طبقة تانية كده عشان خاطر أبدأ أفرد كده العجوة وتديني شكل
الفطيرة يعني، يبقى حجمها على قد حجم الصينية بالظبط. بفرد كده زي ما انتم ما شايفين، هي العجوة كانت ماسكة معايا شوية، بس انا فضلت كده افرد فيها عشان هي كانت في التلاجة يعني. فضلت افرد فيها كده لحد ما ايه، ما وصلت كده للحجم اللي انا عايزاه. بصوا هنا، اخدتها كده بالكيس بتاعها، وبدأت ان انا ايه، انزل بيها كده على ال- الفطيرة اللي انا عاملاها في الصينية. وهنا كده كنت بظبط يعني، في حتت كده حاساها ان هي كبيرة، بقيت ايه اشيلها يعني، عشان خاطر العجوة ما تطلعش بره العجينة، وفي نفس الوقت اول ما تدخل الفرن تتحرج مني يعني وكده، وتخلي البسكوت بتاعها طعمه مش حلو. هنا بظبط على قد ما اقدر، والحته الزياده بشيلها. بفرد كده زي ما انتم ما شايفين يا بنات، وما تخافوش خالص. امشوا بس بالخطوات ديت والله، وان شاء الله كده الطريقه هتطلع معاكم حلوه وكده وناجحه من اول مره هتعملوها. خلاص كده عملت اول طبقه اللي هي الفطيره اللي من تحت، وحطيت كده الحشوه اللي هي العجوه، وهاخد كره تانية اللي انا هحطها كده على الوش، هقفل بيها ايه البسكوت بتاعي. فردت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه بنفس الطريقه، وهاخدها كده على الصينيه بتاعتي، وهبدا ان انا اقفل الصينيه بتاعتي. بصوا باخد العجينه اللي من فوق ديت باخدها كده، وبرفع الحشوه اللي هي العجوه والطبقه اللي من تحت من العجينه، وبغطي بها ايه، وبغطي بها الكل يعني، وبضغط كده عشان خاطر تديني الشكل اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت لما تستوي معايا واجي اقطعها كده شكل البسكوت بتاعي ما يبقاش العجوه طالعه منه. هنا بعد ما عملتها كده وظبطتها وظبطت الصينيه كده، وخليتها شكلها كده حلو، وخليتها كده يعني كلها كده بسوي واحد، ما فيهاش حته عاليه وحته واطيه. بدات كده ان انا قطعتها كده من النص بالطول، وبعدين بالعرض، وبعدين بقطعها كده كل مثلث بقطعه اتنين، يعني زي كده زي ما احنا ما بنعمل البيتزا يعني وكده. بصوا وبعدين باخد كده ايه، كل قطعة كده من المثلث بقطعها يعني ايه قطع صغيرة، هتديني في الاخر شكل حلو، وهتشوفوها ان شاء الله كده في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي. بس التقطيع ده على حسب ما تحبي يعني، انت زي ما تحبي اعملي زي ما بتحبي الحاجة شكلها عامل ازاي اعمليها. بصوا كده، بعد ما خلصتها كده قطعتها كده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت كده هنا شوية لبن، والفرشة بتاعتي اللبن ما فيهوش اي اضافات خالص. باخد كده مسحة بسيطة خالص من اللبن عشان تدي البسكوت بتاعي لون حلو لما يدخل الفرن، وكمان لما احط سمسم كده على الوش، السمسم يمسك على البسكوت ما يبقاش سمسم ما يجحش يعني وكده. باخد مسحة بسيطة خالص كده وبدهن. كمية العجينة اللي انا عملتها، عملت لي صينيتين يعني، الصينية وسط وصينية ايه صغيرة، بس حلوة بصراحة يعني. طبعا بعد ما دهنت كده الوش كده لبن، باخد كده من السمسم وايه، بحطه على الوش عشان هيديله شكله حلو، وكمان السمسم بيكون طعمه حلو في المعجنات. بس حطيت يعني حبة حلوين. بس كده دخلتها الفرن. طبعا انا كنت مشغله الفرن بتاعي كان سخن، وكمان كنت مشغله المروحه عشان خاطر المروحه بتخلي لون الحاجه بتاعتي او المعجنات بتاعتي تاخد لون كلها زي بعضيها، ما تبقاش حته فاتحه وحته ايه وحته غامقه. بوريكم كده يا بنات شكل البسكوت بتاعي بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله شكله حلو، وطعمه والله العظيم طعمه تحفه يعني. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه ديت، وباذن الله هتنول اعجابكم يعني. بس كده، فانا حبيت ان انا اشارك معاكم الطريقه ديت عشان خاطر هي سهله وبسيطه، ومكوناتها كمان اقتصاديه يعني. وممكن تعمليها، ممكن تجربي بس في كوبايتين بس من الدقيق يعني، تعملي صينيه واحده بس. جربيها كده اول مره في كوبايتين دقيق، واكسبي المكونات اللي معايا، وشوفي لو عجبتك بقى بعمل ضعف الكميه براحتك. بس كده انا هقطع معاكم كده واحده كده صينيه، وهوريكم كده شكلها كمان، شكل الحشوه بتاعتنا من جوه عامله ازاي يعني، هيكون شكلها حلو. بس طبعا لو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك تضغطي عليها، وتضغطي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك كده اشعار بفيديوهاتي وتشوفيني كده على طول. وطبعا ما تنسينيش من اللايك وكومنت حلو منك، شجعوني كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم فيديو مع بعضينا.
وطبعا لو عجبتكم الطريقة ديت اكتبوا لي يعني ان هي حلوة وكده، يعني عشان خاطر كمان نعمل معجنات كتيرة مع بعضنا. طبعا الشتا بتحب الاكل وكده، فنعمل ان شاء الله كده معجنات كل يوم مع بعضنا حلوة. بس هنا كده بوريكم كده، بصوا حتى التسوية بتاعتها ما شاء الله، واخدة لون حلو من تحت، وكمان لونها من فوق حلو ومستوية وزي الفل. هنا كنت بقطع الصينية عشان اوريكم يعني ايه البسكوت بتاعنا يعني اللي احنا عاملينه مع بعضينا. كل ما اقطع ابني واقف معايا يعني كده، بياخد اللي انا ايه بقطعه وياكله. بصوا بيقول لي حلو وطعمه حلو، كان كمان لسه طالع من الفرن ولسه سخن، فكان ما شاء الله تحفة. والله الصينيتين عملتهم يعني ما كملوش حاجة وخلصوا من طعمهم طعمهم حلو بجد والله. بس وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.